بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش اللي طالع ترند في رمضان السنة دي، وهي المكشكشة. طريقة حلوة قوي وسهلة قوي. قبل بس ما أبدأ الفيديو عايزة أقول لكم إن انتوا هتلاقوا المطبخ عندي مختلف شوية، لأني أنا نزلت في الشقة اللي في الدور التاني وضبت المطبخ بتاعها وقعدت فيها، وده أول فيديو ليا في المطبخ الجديد. إن شاء الله بإذن الله يكون وشه حلو علينا والفيديو يعجبكم بإذن الله. المكشكشه الترند بتاع السنه دي، انا ما كنتش متخيله بصراحه ان هي تطلع حلوه قوي كده. على فكره هي الفكره قديمه مش جديده، يعني كانت طالعه قبل كده، هو بس الجديد الاسم بتاعها. وخدت شهره جامده جدا. طريقتها سهله ومش مكلفه وبسيطه جدا، ما بتاخدش اي وقت خالص، وفي نفس الوقت جميله جدا جدا جدا. تعالوا يلا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. هنسمي بسم الله، واول حاجه لازم نجهزها معانا وهي الشربات او السيرب بتاع الجلاش. طبعا هو كان جاهز اصلا عندي. كوبايتين ميه كوبايتين الا ربع ميه وكوبايتين سكر، عصره نص ليمونه، واول ما يغلوا 10 دقايق وهنطفي عليهم وهيبقى جاهز معاكم. بعد كده هحضر معايا الحشوه اللي هحشي بيها الجلاش. معايا هنا نص كيلو من الحليب، حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الباستري كريم. يعني الباستري كريم هو بيبقى الوصفة الأساسية بتاعت المحلات، هم بيستخدموها يعني زي بالظبط كده الكريم شانتيه بالحليب الساقع، ويضربوها ويحشوا بيها. احنا النهارده هنعملها كده بالنشا والحليب كده على السخن. هدوب كده في الاول على البارد، يعني انا لسه محطاش على البوتاجاز، وبعد ما دوبتهم حطيتهم كده على نار هاديه، وهتفضل كده ايدي فيهم مش هسيبهم خالص لحد ما يديني القوام المطلوب. انا ما حطيتش عليه سكر خالص. الكريم باستري او الباستري كريم بيبقى عليه سكر. حابه يكون مسكر شويه عن كده، تقدري تحطي السكر اللي انت عايزاه. هفضل كده اقلب فيها لحد ما قوامها يتقل معايا ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على نار هاديه، وايدك ما تسيبهاش خالص علشان ما تكلكعش منك. تمام كده، هو ده القوام المطلوب. هي بعد ما بتبرد بتتقل كمان شويه عن كده. خلاص كده هسيب الحشوه تهدى معايا، وهبتدي بقى اجيب الصينيه او الصاج اللي انا هشتغل فيه. هدهنه حلو قوي قوي كده بالسمنه، ولو سمنة بلدي بقى طبعا او زبدة يبقى يعني حاجة عسل خالص، لكن المتوفر عندك هنشتغل بيه. هدهن كده الصاج بتاعي كويس قوي. والجلاش انا مجهزاه كده، طلعته من الكيس وحطاه في فوطة علشان ما ينشفش مني، ودي خطوة مهمة وضرورية جدا. بعد كده هاخد كل ورقتين، يعني هاخد دلوقتي ورقتين احطهم كده في الصاج، واحاول ان الجلاش يكون ليه كده حواف من الصينية او من الصاج، علشان الحشوة لما احطها ما تنزلش منها وتلزق في الصاج كده ويبقى شكلها مش حلو. اخدت كده ورقتين وحطيتهم، وبعد كده هدهنهم بالسمنة، وبعد كده هاخد كمان ورقتين واحطهم، وهفضل كده احط ورقتين وهدهنهم لحد ما اخد نص العدد بتاع الجلاش، النص بس. هدهن كويس كده بالسمنة علشان الجلاش يبقى مورق كده معاكي ويبقى حلو قوي. خلاص كده تقريبا انا حطيت نص الكمية اهي. واخر ورقتين انا بحطهم ما بحطش فيهم سمنة خالص، وببتدي احط دلوقتي الحشوة بتاعتي اللي انا عملتها، او الكريمة يعني اللي انا عملتها. خدتها بس تقليبة كده الاول، وبعد كده هحطها كده على طول واسويها. حاولي ان انت يكون في زي ما قلت لكم، يكون في الجناب كده، يعني الجلاش يكون طالع شوية علشان بس الحشوة ما تلزقش في الصاج او في الصينية. ولو الجلاش عندك جاي على قد الصينية بالظبط، يبقى ما تخليش الحشوة توصل لحد الاخر. خلاص كده هبتدي بقى دلوقتي اكشكش بقى الجلاش بتاعي، بقيت النص التاني او بقيت العدد. انا كنت مفكره بصراحه التليفون كان بيصور، عملت اتنين كده ولقيته في الاخر ما بيصورش. هبتدي دلوقتي اعمل معاكم. هنتنيها كده زي ما انتم شايفين، مره من فوق ومره من تحت اهي لحد اخرها. وبعد كده هنحطها على طول في الصينيه. هي بتمسك على طول لوحديها علشان الكريمه اللي احنا حاطينها بتخليها كده على طول تمسك في الصينيه. هعمل معاكم واحده كمان. هنتني بس كده ايه، يعني واحدة من فوق وواحدة من تحت زي المروحة كده.
اللي احنا كنا بنعملها زمان ايام المدارس كده في الصيف. اهي احطها جنب اخواتها، وهفضل اعمل كده ورقه ورقه لحد ما الصينيه تتملي معايا خالص كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هبتدي بقى ادهن بقيه السمنه اللي معايا، هدهن بيها الوش كده كله. هي كل الحكايه خدت معايا كلها كوبايه من السمنه. هدهن كويس قوي كده الوش بتاعها، اغرقه كده سمنه علشان خاطر يورق معايا ويبقى حلو. بعد كده كنت محضره الفرن بتاعي، شغلته قبليها ب10 دقايق. شغلت الفرن من تحت بس، وحطيت الصاجه على الشبكه في النص، وبقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد شكلها تحفه جدا جدا، وطعمها في منتهى الروعه. حطيت الشبكه في النص. يعني هي خدت لون اصلا من فوق بس ما كانش حلو قوي. فولعت بس عليها الشوايه حوالي دقيقه بس او نص دقيقه لحد ما خدت معايا اللون المطلوب. طبعا اول ما بتطلع بنسقيها بالشربات البارد على طول، يكون الشربات يكون بارد وتقيل. هي ما بتاخدش برضو شربات كتير، يعني يا دوبك بس حاجات خفيفه، ما تغرقيهاش قوي علشان ما تبقاش تقيله. يعني يا دوبك بس كده برشرش كده حاجات بسيطه. يعني تقريبا اديتها كده حوالي نص كوبايه من الشربات التقيل. حاول بس كده املاها كلها علشان برضو ما تبقاش ناشفه معايا، وتبقى كلها كده مسكره وتبقى جميله. بعد كده بقى هتزيني باي حاجه متوفره عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه، زينيها باي حاجه عندك متوفره. هي كشكل جميله جدا، وكطعم برضو تحفه جدا جدا. ما بتاخدش اي وقت خالص بصراحه، سريعه وسهله. ويعني تكلفتها مش جامده قوي، مع ان بتتباع غاليه قوي، معرفش بصراحه ليه. هي كده خلاص جاهزه معانا. طبعا انا سبتها بس تهدى شويه قبل ما اقطعها. مقرمشه قوي من بره وطريه وكده وجميله جدا من جوه. وهنشوف دلوقتي هنقطع حته، ونشوف كمان طريقه التقديم بتاعتها. في المحلات بيحطوا حليب ساده بس تحت الجلاش، وفي بيحطوا حليب مكثف. اللي متوفر عندك حطيه. انا بالنسبه لي هحط كده حليب ساده. هوريكم بس دلوقتي. لو متوفر عندك الحليب المكثف بيديها طعم برضو خرافه وجميل جدا. هتحطيه كده من تحت، وممكن كمان تحطي عليه من فوق عند التقديم. هي مش ثابته بس لان انا ماسكاها بالسكينه. هجيب بس كده الطبق اللي هقدم فيه، هحط فيه شويه من الحليب بارد طبعا. حليب يكون بارد. مش هحط فيه اي حاجه خالص. وهحط عليه كده الجلاش. بيخليه من تحت او من جوه كده طري جدا، وبيديله كمان طعم حلو قوي. ولو متوفر عندك الحليب المكثف تقدري تحطي بدل الحليب العادي ده حليب مكثف. وتحطي برضو عليها من فوق، برضو بتديها طعم يعني ويعني بتبقى غنية جدا كده بطعمها. بتزيدها يعني حلاوة. بجد الطريقة حلوة قوي، وكمان طعمها يعني انا ما كنتش متخيلة بصراحة ان هي تطلع حلوة قوي كده. واتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.